كل حدوتة وليها سر، ومع حواديت غودة الحكايات مش بتخلص. مستعدين لرحلة النهاردة؟ انزلوا حالا، اعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس، واللايك المتين بتاعكم هو اللي بيخلينا نكمل. استعدوا علشان نبدأ حكاية الأرض العطشانة للكاتبة أسمهان بلال، ويلا بينا نبدأ الحكاية. في قرية صغيرة في المنوفية، كل الفلاحين بيسيبوا الغيطان بتاعتهم ويمشوا قبل المغرب بساعة. اللي بيسهر وبيتأخر بيرجع بيته ساكت ومش بيتكلم تاني. الحكاية بدأت من 30 سنة، لما فلاح اسمه عم حسن اتخانق مع جاره على حتة أرض، وقتله ودفنه في نص الغيط، وكمل زرع فوقه كأن ما حصلش حاجة. مات عم حسن بعدها بأسبوع من الحمى، ومحدش عارف حكاية القتل. من ساعتها أي حد بيدخل الغيط ده بالليل بيسمع صوت حد بينادي عليه باسمه بصوت واطي جدا. يا محمود، تعالى، الأرض عطشانة. اللي بيلف وشه ويرد بيلاقي خيال واقف في نص الجورة، رجليه غرقانة طين لحد ركبته، ووشه مش باين من الطين. تاني يوم الصبح بيلاقوه واقف على حد الغيط، ميت واقف وعينيه مفتوحة على الغيط وبقه مليان طين. الغيط كان هادي بشكل غريب، الهوا بيحرك عيدان الذرة كأن حد ماشي بينهم، والشمس نازلة ببطء مخلية السما لونها أحمر غامق. صوت ضفادع مغطي على مكان، تحس جاي من كل ناحية. التلات اخوات سعيد ومراد وكريم كانوا راجعين من السوق بعربية كارو بعد ما اتأخروا، وأول ما عدوا جنب الغيط الملعون الحصان وقف فجأة، بدأ ينهق بصوت عالي ويرجع لورا. مراد شد اللي جنب عصبية: هو في ايه يا ابن المجنونة؟ لكن سعيد كان باصص لقدام، والدم اتسحب من وشه. في نص الغيط كان في واحد واقف، جسمه متغطي بالطين ورجليه غرقانة في الأرض كأنه مزروع فيها. وفجأة اتسمع الصوت بصوت واطي جدا كأنه طالع من تحت التراب: يا سعيد، تعالى، الأرض عطشانة. كريم شهق وقال: يلا نمشي من هنا، يلا. لكن سعيد نزل من العربية ببطء وعينه ثابتة على الخيال. مراد مسكه من دراعه: انت اتجننت ولا ايه؟ سعيد رد بصوت مش صوته: حد بيناديني. وفجأة شد نفسه بعنف وجري وسط الزرع. الإخوات جري وراه، لكن الضلمة كانت بتاكل الغيط حتة حتة. وفجأة سعيد اختفى كأن الأرض بلعته. مراد فضل يصرخ باسمه لحد ما سمع صوت حركة وراه. لف ببطء، لقى سعيد واقف، لكن واقف بظهره ليهم، وهدومه كلها طين، وإيده متدلية بطريقة غريبة. مراد قرب منه بخوف وقال: سعيد. سعيد لف وشه ببطء، وعينيه كانت مليانة طين اسود، وبقه مفتوح وبيطلع منه صوت خشن. الأرض لسه عطشانة. وفجأة سعيد هجم عليهم. كريم جري ناحية الطريق وهو بيعيط، لكن مراد وقع في قلب الطين. حاول يقوم، لقى ايد طالعة من تحت الأرض ماسكة رجليه، ايد بنية متعفنة ضوافرها مكسورة وطويلة. وبعدين
طلع وش من الطين، وش راجل مدفون، وشه متآكل وعينيه مفتوحة، وقال بنفس الصوت الواطي: عم حسن لسه بيسقي الأرض. وتاني يوم الصبح أهل القرية صحيوا ولقوا العربية الكارو واقفة جنب الغيط، والحصان ميت من الخضة. أما مراد كان واقف على حد الأرض، جسمه متيبس وعينيه مفتوحة على وسعها. أما كريم فمن يومها ما بطلش يهمس كل ليلة قبل الفجر: محدش يرد لو الغيط نادى عليه. محمود بن عم حسن مهندس زراعة، كان مسافر بيدرس ورجع يشوف الأرض ويراعيها. مهتمش بالكلام والخرافات دي والكلام المتداول عن الصوت اللي بينادي والتلات اخوات اللي ماتوا والحصان وغيرهم. بعد مرور 3 شهور لحد ما جت الليلة اللي اتقلب فيها كل حاجة. الساعة كانت 11 بالليل. الترعة جنب الأرض، والأرض واسعة وفي حتة جنبها، وصوت الضفادع تحسه بينادي على حاجة مش مفهومة. وقرر محمود يشتغل في الأرض بالليل هو و2 من صحابه، علشان الجو بالنهار بيبقى حر جدا. رمضان راح يشغل الخرطوم، وإبراهيم راح يولع ويعمل شاي بدوي، ومحمود واقف في نص الأرض في الغيط. أعمدة النور بدأت تطفي واحدة واحدة. محمود بينادي: يا رمضان، رمضان، انت فين يا رمضان؟ رحت فين؟ وإبراهيم راح يعمل لنا شاي واختفى. مفيش صوت، مفيش رد. محمود نور الكشاف، شاف إبراهيم واقف كده بس مديله ظهره. يا واد يا إبراهيم، برضه مفيش رد. لحد ما بدأ يقرب منه ظهر صوت الوطويط. لف وانتبه محمود، بيبص وراه وبينور بالكشاف. طلع جيش من الوطويط. الرعد والبرق ضربوا في السماء. نبات القصب والذرة بيميلوا ناحية محمود كأن في طار بينه وبينهم. محمود ما بقاش شايف حاجة، بيجمع أعصابه ونفسه بعد ما وقع على الأرض من قوة جيش الوطويط اللي هجم عليه. وفجأة سمع صوت رمضان: الأرض عطشانة يا محمود. محمود أمن على الأرض، بص ما لقاش حد، ولا حتى إبراهيم اللي كان بينادي عليه من شوية. وظهر صوت رمضان تاني: الأرض عطشانة يا محمود. رمضان واقف ثابت في مكانه ما بيتحركش. محمود بدأ يقرب منه. الوطويط كانت قلت وعلى وشك إنها تختفي. إيد محمود بتترعش. رفع الكشاف اللي متغرق طينة، يدوب منور بالعافية. رمضان واقف مبرق عينيه ومتغطي بالطين، بقى مفتوح ومليان طين، ورجله ملطشة وجلابيته متقطعة، ووشه كأنه ميت من سنين. محمود قام من الخضة والخوف وبدأ يرجع لورا. وفجأة محمود سمع صوت همس من ورا بينادي باسمه. رمضان اختفى. محمود لف حوالين نفسه بسرعة وقال: مين؟ لكن مفيش حد. الهوا كان بيزيد وسنابل الذرة بتخبط في بعضها كأنها بتهمس. وفجأة اتكرر الصوت، صوت أبوه عم حسن. الحقيقة في الكراسة الصفراء هتلاقيها مدفونة في آخر الأرض يا محمود.
محمود حس إن قلبه هيقف. أبوه مات من سنين، إزاي صوته هنا؟ رفع الكشاف ناحية آخر الغيط، والأول مرة لمح حاجة غريبة. نور أصفر خافت بيطلع من بين الزرع كأنه فانوس قديم. بدأ يمشي ناحيته، وكل خطوة كان بيحس إن الأرض طرية بشكل غريب تحت رجله، لحد ما وصل لقى نخلة كبيرة جدا، أقدم من أي نخلة في القرية، وتحتها حجر مكسور عليه آثار حفر قديمة. ركع على الأرض وبدأ يحفر بإيده، وبعد دقايق إيده خبطت في صندوق صاج صغير. طلعه وهو بيترعش، فتح الغطا ولقى كراسة صفرة قديمة، أول صفحة مكتوب عليها: لو حد لقى الكراسة دي يبقى الدور جه عليه. محمود بلع ريقه وكمل قراية. كانت اعترافات مكتوبة بخط عم حسن، وفيها سر أكبر بكتير من جريمة القتل. عم حسن ما قتلش الراجل لوحده، كان في ناس تانية من كبار البلد دفنوا أكتر من شخص في نفس الأرض، وكانوا كل سنة بيخبوا الحقيقة. آخر صفحة كانت ممسوحة بالطين، لكن كان فيها سطر واحد واضح: اللي مدفون مش عايز يخرج، اللي تحت الأرض عايز حد ينزل له. وفجأة النور اللي في الكشاف طفى، والدنيا غرقت في سواد كامل. وفي الضلمة اتسمع صوت عشرات الأشخاص بيهمسوا مع بعض: قريت الحقيقة يا محمود، دلوقتي دورك تسمع الباقي. محمود من خوفه جري بكل قوته وسط الغيط، لكن مهما جري كان بيرجع لنفس النخلة، مرة واتنين وتلاتة، كأن الأرض نفسها قافلة عليه. وبعدين لمح شخص واقف تحت النخلة. الشخص ده ظهره ليه، لابس جلابية قديمة نفس جلابية عم حسن. وببطء شديد بدأ الشخص يلف وشه ناحية محمود. وفجأة الشخص اللي واقف تحت النخلة لف وشه برضه ناحية محمود. محمود اتجمد في مكانه، كان فعلا عم حسن، لكن وشه كان متغطي بطبقة طين سودا، وعينيه غرقانين في الظلام. ابتسم ابتسامة بطيئة وقال: أنا حاولت أخبي الحقيقة، لكن الأرض عمرها ما بتنسى. الأرض بدأت تهتز تحت رجل محمود، والشقوق انتشرت في الطين حواليه، ومن بين الشقوق بدأت تظهر أيادي كتيرة، أيادي طالعة من باطن الأرض، كل إيد بتشد في اتجاه، كل صوت بيصرخ باسم شخص مختلف. محمود حاول يجري، لكن رجله غرست في الطين. بص تحت، لقى الطين بيطلع لفوق على جسمه كأنه حي. صرخ بكل قوته، وفي لحظة واحدة الأرض فتحت فمها تحته واختفى. تاني يوم الصبح أهل القرية راحوا يدوروا عليه، ملقوش محمود، ملقوش رمضان، ولا حتى إبراهيم. لكنهم لقوا حاجة أغرب. جنب النخلة القديمة كان في 3 تماثيل من الطين واقفين جنب بعض، ملامحهم مرعبة وكأنهم بيحاولوا يصرخوا. أهل القرية عرفوا فورا مين دول، ومن يومها كل سنة في نفس الليلة بيظهر تمثال جديد جنب النخلة، وكل ما عدد التماثيل يزيد صوت الهمس بيبقى أعلى، لحد ما بقى أهل القرية
يسمعوا من بيوتهم كل ليلة قبل الفجر: الأرض العطشانة، الأرض العطشانة، الأرض العطشانة. وفي آخر مرة اتسمع فيها الصوت اختفى الغفير اللي كان بيحرس الأراضي، ولما راحوا يدوروا عليه لقوا تمثال طين جديد، وعلى صدره مكتوب بصباع غارق في الوحل: لسه مرتوتش. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة. استنوني في قصة جديدة. كانت معكم غادة محمود.